وتسرب الخبر وخرج، فوصل إلى المدينة بسرعة مذهلة، والصحابة في موقف لا يحسدون عليه، وفي دهشة عظيمة لا يعلمها إلا الحي القيوم، وحسرة شديدة. رسول الله مات، خليل الله مات صلى الله عليه وآله وسلم. مات رسول الله عليه وسلم، فمنهم من انعقد لسانه فلم يستطع أن يتكلم، ومنهم من لبث مكانه لا يستطيع القيام، ومنهم من كاد أن يتعب ويمرض. وعمر أخذ سيفه وأخذ يهدد، لم يتحمل الضربة أبدا. ومن قال إن رسول الله قد مات سأضربه بسيفي. هؤلاء منافقون. إن الرسول ما مات، إن الرسول ما مات، إن الرسول ما مات، وإنما سيعود. فأصبح الناس في أمر مريض وفي فوضى مدلهمة. وكان أبو بكر عليه رحمة الله ورضوان الله غائبا في المزرعة. ولما نزل أبو بكر حين سمع الخبر، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ودخل المسجد ورأى الناس في هلع وفي اضطراب، والناس لا يكلم بعضهم بعضا، خيم الحزن عليهم. فدخل على عائشة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مغطى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وهو يقول: لما رأيت رسول الله متجدلا ضاقت علي بعرضهن الدور. لما رأيت رسول الله متجدلا ضاقت علي بعرضهن الدور. خرج أبو بكر إلى عمر، وعمر متوشح سيفه يهدد ويتوعد. قال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس. فتكلم أبو بكر، فأقبل الناس على أبي بكر وتركوا عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا